هي مش معادله صعبه، بس احنا خلينا نقول احنا في شغله ما كانتش، او في امر ما كانش ظاهر قدام الناس وانت هيكلته، زي بلد اقول لك فيها نفط وما حدش قادر يستخرج هذا النفط، فاجى شخص شركه كبيره اخرجت هذا النفط. وهذا احنا المبادره هي موجوده من زمان، بس احنا عملنا لها بروزناها واشتغلنا عليها والحمد لله نجحت يعني، والحمد لله. طيب حضرتك بدأت بالمبادرة دي في بلدك في الأردن. نعم. وبتقول إنها نجحت الحمد لله. وجيت مصر دلوقتي. نعم. دخلت على المبادرة دي أو اتعاملت مع الشعب على طول، ولا دخلت بشكل رسمي؟ يا عمي تعبوني أول المصريين. ليه بس؟ ده المصريين طيبين. لا طيبين، بس ما دخلت أنا على المبادرة في البداية أنا مش مصري، فدخولك على مبادرة للشعب المصري وستايلك اسلوبك كلامك داخل على منطقه شعبيه مش بالسهوله انك توصل فكره. انت فهمت علي؟ يا عم جاي تتنطط علينا ولا جاي من بره؟ انت مش فاهم يا عم. وبعدين انا مقيم في السويد يعني، فهمت علي؟ يعني وجدت فيها صعوبه، بس انا استثمرت طيبه المصريين. جميل جدا انك تستثمر طيبه المصريين حتى تنجح اي مبادره فيها خير لله. اول شغله المصريين شعب ذكي جدا وما يمشيش عليه اي حاجه، فانا بديت معهم بلغه المنطق. كنا نمسك له الستيكرز ونقول له بص انا اسمي محطوط، لا في اسم جمعيه محطوط، لا في اسم جماعه محطوط، في اسم محطوط، فيش اي اسم، ده من المواطن للمواطن، ده عمل انساني. وانا مش راح اجي عليك ولا راح اقول لك اديني نسبه 5% ولا من تحت الترابيزه ولا هبعت لك، لا لا لا، الفلوس ليك. حتى الفلوس اللي تيجي عليك اصرفها مباشره، لانك انت مش ملزم تدي فلوس لحد، انت ملزم تطلع بضاعه وانت ربحان فيها اوريدي يعني، فده دخل ليك. شوف لغه المنطق لغه العقل لغه رائعه جدا، فلغه العقل فرضت نفسها. فتقول انت ممتاز وعمل لله، اقول له انت مش خسران حاجه، على الجهتين انت مش خسران. جالك فلوس خير من عند ربنا، ما جالكش فلوس ماشي انت بتعمل حاجه لله. يقول لي ماشي يا شيخ علق. فعلقنا واشتغلنا في منطقه النهضه واشتغلنا في منطقه السلام ونزلنا على البساتين، اشتغلنا شغل يعني بصراحه. وبعدين الناس عند لله، حتى الناس اللي شغاله معي صدقا لهم بيفكروا بفلوس ولا بيفكروا بطمع ولا ببزنس، ولا ناس عايزه تشتغل وعايزه تخدم. انا معايا استاذ محمد خميس من سنتين شغال والله بدفع بنزين عربيته من جيبه. يعني اتخيل الناس يعني عمل تطوعي لله. يعني الناس عندها لله، والمصريين متقبلين للخير. طيب في لقاءات رسميه حضرتك عملتها هنا في مصر؟ نعم صحيح. انا عملت لقاء اول ما نزلت مع الدكتور علي مصلحي وزير التموين، وعملت لقاء مع الدكتور صفوت النحاس، وكان في تواصل قبل يومين مع وزيره التضامن على اساس اني التقي فيها، بس ظروف سفري هي اللي منعته. كان ايه ردود الافعال يعني الدوله المصريه او المسؤولين المصريين ردود افعالهم ايه نتيجه المبادره اللي حضرتك دعيت ليها؟ شوف يعني انا بدي اكون معك صريح، والله يعني هو المشكله انه من اروع ما يكون بصراحه يعني دائما الواحد ما بحبش يخش من هذا الاتجاه، بس بصراحه من اروع ما يكون. انا قعدت مع الدكتور علي مصلحي بصراحه اخذت منه يعني كمل الفكره، لانه هو رجل دكتور مؤسسي. انا مهما كنت أنا صاحب مبادرة ومشروع، ولكن أنا لست رجل صاحب فكر إداري دولي. صحيح. يعني ممكن واحد يقول لك أنا لو أمسك البلد أعمل صح، لا كل إنسان ده مش حاجة سهلة يعني أنت جيت لأهل التخصص زي ما بيقولوا. يرحم والديك. فأنا قعدت مع دكتور علي مصلحي قلت له الموضوع 1 2 3. طبعا دكتور علي مصلحي مباشرة يعني أنا نزلت مصر مش نتذكر اليوم، المهم اتصلت فيه حدد الموعد ثاني يوم. يعني ما قاليش بقى اسبوع، ثاني يوم تعرف عليا ودخلوا على صفحتي وشافوا الشغل وكذا، قال لي اتفضل. دخلت قعدت مع الدكتور علي مصلحي ووجه لي توجيهين رائعين جدا. قال لي بدك تعمل آلية، لان هاي تتعامل بفلوس لازم تعمل عمليه ضبط خروج، فلوس تطلع وفلوس تدخل. فقال لي في فكره رائعه جدا، هو يعني هي فكره الدكتور علي مصلحي بصراحه. قال لي اعمل ضغطه على الكاشير انها مكتوب عليها خير معلق على اساس تطلع بالريسبت، ما فرضا خلينا نقول الفاتوره 20 جنيه. دي آلية من آليات الرقابه زي ما بنقول. دي اداه الرقابه، انه نحصر الفلوس اللي هي جايه. وبالنسبه للناس اللي تاخذ قال لي برضه ممكن نعمل آلية انه نعمل على بطاقات التموين على سبيل المثال او الامور دي، انه نعمل خلينا نقول نصرف لكل واحد على سبيل المثال نقول 50 جنيه على سبيل المثال. ال 50 جنيه دول يكونوا مسجلين على الكمبيوتر، انه على دفتر العائله للعائلات انه في 50 جنيه، اذا اخذت النهارده 30 ده من خلال التموين نفسه او دفاتر لا 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 هو شوف عشان نحكي موضوع كبير، لا هو هي وجهه نظره. هي وجهه نظره. فكره يعني مجرد فكره. لا هو بيعطيني الآلية انه كيف تكون عمل مؤسسي. جميل. انت فهمت؟ عمل مؤسسي
من كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب.